السلام عليكم بنات. صوبت كوتو بغيت نبارطاجي معكم الوصفات اللي درت. هنا عندي نص لتر ديال الحليب سواء بارد او حليب عادي، المهم يكونش سخون. كنحتاجوا ليه واحد ساشي ديال الكريم باتيسير اللي هاديه البنات. هذه كتخدم بالحليب بارد، راهي مكتوبه في داك الدائره زرقاء. كنخوي الساشي ديالنا كامل في داك الحليب وكنحركوهم مزيان مع بعضياتهم حتى كيندمجوا. كتبان لكم بانها بدات كتعقد الا كان الحليب بارد، اما الا كان هكا غير محطوط وسط الكوزينه كتدخلوها للثلاجه واحد 15 دقيقه كتكون واجده دغيا يا البنات. ما كتغليوها ما حتى شي حاجه. شوفوا كيفاش تقالت. المهم انا غادي نحطها في الثلاجه حتى الوقت اللي غنحتاجها وغادي نجبدها. هنايا في واحد الكاسرونه عندي 250 مليلتر ديال الماء، كنزيد معها 60 غرام ديال الزبده، قبيصه ديال الملحه، ساشي ديال الفاني، كذلك غادي ندير ساشي ديال الزهر. تنسموا بالقرفه، نسموا بقشره الليمون ولا الحامض اللي متوفر عندكم. كنخليوهم يغليو مزيان فوق من البوطه كتذوب داك الزبده. كنزولوهم وكنضيف عليهم 225 غرام ديال الدقيق اللي تيكون مغربل. بواحد المعلقه ديال الخشب كنبقى نحرك داك الدقيق وكندخل ليه السوائل اللي عندي مزيان حتى كيولي ليا كتله هكا عجينه. هنايا غادي نجيب الروبو وغنخدم بالعجانه ولا بالروبو ديالكم. كيجي ساهل وحتى انه كيخلي ديك العجينه كتولي كتبرد واحد شويه. المهم كنبقاو نطربوا فيها حتى كتبان لينا دفات واحد شويه باش نقدو نزيدوا البيض. زدت الحبه الاولى وانا كنواصل التطراب ديالو، كنزيد الحبه الثانيه، كنواصل التطراب حتى كنحصلوا على عجينه على هذا الشكل هذا. كتبان لكم اللون ديالها تبدل ولات مجموعه قابطه في بعضياتها وما كتلصقش في اليدين. انا عندي هذا القمع درته في هذا لابوش اللي تيكون على شكل ورده. كنديروا العجينه ديالتنا كامله، راه نفس العجينه اللي كنصوبوا بها لي شو نفسها. كنديروا العجين ديالنا في هاد القمع هذا ولا في هاد البوش. هنا عندي ورق ديال المطبخ كتجيني سهله الطريقه باش انني كنقليهم بلا ما نحرق يدي مع الزيت، لان العجينه قاصحه. فاش كنوركوا عليها في البوش ما كتخرجش لينا دغيا. المهم انا كنديرهم على هذا الشكل هذا في اوراق ديال المطبخ. الزيت كنكون سخنتها من قبل مزيان، كنحط الشورو ديالي على هذا الشكل هذا، سواء كتهزوهم بيديكم ولا حطوهم بالبابي ديالهم لانهم فريمون راه تيكونوا ما كيلصقوش. صافي من بعد ما غادي نحطهم غادي نبدا نحركهم بالفورشيط من كاع الجهات باش كيطيبوا في دقه واحده وكياخذوا لون ذهبي في نفس فيهم كاملين، يعني ما كيجيوش محمرين من جهه وجهه لا. المهم كنبقى نحرك فيهم هكا. العافيه ما تخليوهاش مجهده، غير تحطوا خرينغو ديالكم نقصوا منه المويه وخليه باش يتحمر حتى من الداخل ويجيكم مقرمش على برا وطايب من الداخل. صافي غادي نبقى نحرك فيهم كيف ما بان لكم البنات على هذا الشكل هذا حتى كياخذوا داك اللون الذهبي. من بعد كنهزهم من الزيت، كنخليهم يتسقطروا واحد شويه، كنفندهم في السكر ثاني تقدروا تنسموا بالقرفه ولا بالزهر اللي بغيتو ولا تخليهم غير هكا. المهم كنخليوهم في السكر واحد شويه حتى كيتفندوا وكنزولهم كنحطهم في ورق ديال المطبخ وكنكملوا ما تبقى لينا كنطيبوه. لا كريم باتيسير البنات شوفوا من بعد ما خرجتها كيفاش بارده ما طابت ما حتى شي حاجه، غير الحليب بارد كيخليها انها كتعقد. طربتها من جديد. وهنا كديروا اي نوع الفواكه عندكم. انا عندي التفاح، عندي البنان، عندي الكيوي، عندي الفريز، عندي هنا العنب، كلشي مقطعه مكعبات صغارين. غادي نجيب واحد المعلقه وغادي نخلط هاد الديسير ديالي مزيان على هاد الشكل هذا. كديروا اي نوع الفاكهه عندكم البنات، ديروا الخوخ، المشمش، دابا راه الوقيته ديالتهم. صافي من بعد ما خلطت كلشي كنقدموا خرينغو ولا تشورو ديالنا ودرت معاه شويه ديال النوتيلا. المهم الوليدات اللي كتعجبهم. وهنايا بالنسبه لهاد التحليه درتها في لي فيغين، تقدروا ديروهم في زليفات ولا في كويسات بحال هكا ولا تخليهم تاكك في زلافه كبيره. ومهم التقديم كيبقى دائما اختياري باللي متوفر عندكم كيف ما تنقول لكم البنات. هنايا اخر حاجه انا ضفتها هي هاد لا شونتي من الفوق، كيبقى اختياري ما عندكمش ماشي ضروري. زينتهم من الفوق بشويه ديال الفريز وكذلك هذيك العقيقات ديال السكر هكا كيخليو حتى الوليدات انهم كيزعموا يذوقوا. وتيكون هذا هو الكوتي ديالنا، كيجي غزال ساهل دغيا كيوجد. خصوصا هاد لا كريم باتيسير البنات ما كتغليو الحليب ما كتسناوها تبرد ما والو، هي كتكون بارده بوحدها. خص غير يكون الحليب ديالكم بارد. وصافي كنتمنى ان الفيديو اليوم يكون عجبكم ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد.